نشكر السيد عبد المانع الصوان رئيس تيار المسار الاهلي. يتفضل السيد عبيد الوسمي دكتور كلية الحقوق. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أعزي نفسي وأعزيكم وآل العيار الكرام بوفاة المغفور له النائب والوزير السابق طلال العيار، آملا من العلي القدير أن يتغمده بالرحمة والمغفرة. أما بعد، موضوع البدون على الرغم من تعاطفي الشخصي مع القضية في جانبها الإنساني والقانوني، لكني كنت دائما أتحاشى المشاركة في تجمع لهذه القضية لعلمي ويقيني أنها تستخدم استخداما دعائيا وأداة من أدوات الابتزاز السياسي. المسألة ما هي صراع بين الحكومة والبدون أو البرلمان والبدون. القضية لها ثلاثة أبعاد: البعد الإنساني والبعد القانوني والبعد السياسي. وفي جميع جوانبها وخلال المدة الزمنية الطويلة التي أثيرت فيها هذه القضية لم تطرح في يوم من الأيام طرحا علميا يتفق مع حقيقة والتشخيص الحقيقي لهذه القضية. الصراع الدائم بين الحكومة والبرلمان استخدمت فيه هذه القضية من الحكومة كوسيلة ضغط وابتزاز، واستخدمت من البرلمان ممثلا بأعضائه ومرشحيه للدعاية والإعلام السياسي. في شيء يجب أن يكون مهما ومعلوما للجميع: لما تسمعوا في الاعتبار السيادي في الجنسية في مسائل التجنيس لكل دولة من دول العالم بما فيها الكويت الحق في وضع ضوابط وآليات التجنيس بما يتفق مع واقعها السياسي والاقتصادي، وهذه مسألة من مسائل السيادة في الكويت وفي سواها من دول العالم. لكن القرارات الصادرة وفق هذه الضوابط قرارات إدارية يجب أن تعرض على القضاء، ولذلك هناك تلبيس في عرض الموضوع. نعم، للدولة الحق في أن تضع ضوابط تجنيس تتفق مع واقعها، لكن ليس دستوريا ولا يتفق مع المعاهدات التي وقعتها الدولة، ومن بينها القانون رقم 12 لسنة 1996 بالموافق على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، لأن هذا الحظر يتعارض صراحة مع بنود الاتفاقية. ولذلك أنا ما أبي أقف اليوم مدافعا دفاعا انفعاليا عن قضية البدون، كما لا أريد أن أصور على أنني أهاجم الحكومة في قضية لا يفترض أصلا أن تكون محلا لبحث سياسي مجرد، لأنها مسألة قانونية في المقام الأول. قضية البدون والإخوان اللي سبقوني يعني كان العرض التاريخي يطغى على الجوانب الفنية. البدون باختصار هم الأشخاص الغير محددي الهوية السياسية. في قانون في الدولة اسمه قانون الجنسية. الخلاف الآن هل تتوافر في هؤلاء الأشخاص الضوابط المقررة في القانون، ومن هي الجهة المحددة التي تستصدر قرارات في تحديد ما إذا كان هناك انطباق للشروط على هذه الفئة أو ألا تنطبق. أنا بقول مسألة وأنا أعتقد أنها جميع يعني المسألة تخاطب قناعة الناس. لو تركت مسألة الجنسية بغير ضوابط فأنا أعتقد أن الشعب الصيني كاملا حيقرر بأنهم البدو، لأن هناك امتيازا في الحصول على الجنسية الكويتية، وهذه حقيقة لا يختلف عليها اثنين. لكن الآن من هذه الفئة هناك الآلاف
أنا متحقق بأنه طبقا للقواعد المقررة في قانون الجنسية تتوافر في هؤلاء الشروط الواجبة في القانون، وبالتالي امتناع الإدارة عن منح هؤلاء الجنسية يتعارض مع قانون الجنسية ويتعارض مع ما هو مقرر في النصوص الدستورية لثلاثة اعتبارات. وأنا أوجه كلامي للإخوان القائمين على عمل هذه اللجنة. بدلا من المهرجانات الدعائية عديمة الجدوى الواقعية، بدل ما تعقد ندوة في ساحة الإرادة وتعقد ندوة في الجهرة وتكتب آراء في الصحافة دون أن تكون هناك نتيجة عملية، أنا أتقدم باسمكم لأعضاء اللجنة ومباشرة للسادة أعضاء البرلمان المتعاطفين مع هذه القضية لتعديل فقرة في المادة الأولى من قانون إنشاء الدائرة الإدارية التي تحظر على المحاكم النظر في قضايا الجنسية. ولذلك أرجو السماح لي في تلاوة هذا الاقتراح، وأنا أعتقد أنه حل عادل بالنسبة للجانب الإنساني في هذه القضية، كما أنه أيضا يتفق مع توجهات الحكومة وخصوصا بعد توقيعها على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. بعد الاطلاع على المواد 27 و 166 من دستور الكويت، وعلى القانون رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية وتعديلاته، وعلى القانون رقم 12 لسنة 1996 بالموافقة على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وعلى القانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء الدائرة الإدارية، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نفسه وقد صدقنا عليه وأصدرناه. مادة 1: يلغى الحظر الوارد بنص الفقرة الخامسة من المادة الأولى من قانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء الدائرة الإدارية بنظر القرارات الإدارية في مسائل الجنسية والإبعاد وباختصاص الدائرة الإدارية. مادة 2: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. هذا حل قضية الجنسية. ما حاجة للمهرجانات أكثر، ولا حاجة للكتابة في الجرائد، ولا التجمع في ساحة الإرادة، لأن البدون في الكويت واحد من أمرين: إما أنه شخص تتوافر فيه شروط الجنسية طبقا لقانون الجنسية وبالتالي حصول على الجنسية لا منا فيه ولا فضل لأحد، أو أنه شخص لا تتوافر فيه شروط الجنسية ومن حق أي دولة سواء الكويت أو غيرها أن تحدد الضوابط التي بموجبها تمنح الجنسية. ولذلك التلبيس اللي حدث في الفترات الأخيرة في إضفاء الطابع السيادي، هذا الكلام فيه جانب من الصح، ليس صحيحا وليس خاطئا. ما هو صحيح إن لكل دولة، الكويت والصين والولايات المتحدة الأمريكية، لهم الحق في وضع الضوابط القانونية اللازمة لمنح الجنسية. هذا اعتبار سيادي لا تحاج فيه الدولة، لكن القرارات الإدارية الصادرة بشأن توافر هذه الضوابط لعدمها هذا قرار إداري. ولذلك يعرض الأمر في إصدار الجنسية أو عدم إصدار الجنسية استنادا لهذا القانون للقضاء. ولذلك حل مسألة البدون ليست بالتجمعات العامة ولا بالتجمع بساحة الإرادة ولا بمطالبة النواب. الآن فرصة تاريخية البدون لمعرفة الموقف الحقيقي للنواب وللحكومة على قدم السواء. اللي يبي يحل قضية الجنسية ياخذ هالاقتراح ويصوت عليه. ما حاجة انك تقول لي انا متعاطف مع البدون، كلنا متعاطفين مع البدون، لكن البدون في جانب من قضيتهم في مسائل اساسية انسانية تعطى للشخص باعتباره انسانا وبصرف النظر عن جنسيته. حقوق الفرد في التطبيق والتعليم والتنقل، المسألة ليست مرتبطة بهوية سياسية، يجب أن يحصل عليها الإنسان باعتباره إنسانا. ولذلك القرارات الحكومية بمنع البدون من التعليم، بمنع البدون من تلقي الخدمات الصحية، بمنع البدون من الحصول على تراخيص عمل ورخص قيادة، هذه الأمور أقرر وأنا مسؤول عن كلامي أنها تتعارض نصا وروحا مع جميع اتفاقيات الإنسان